بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن عنوان الدرس الإيمان والفلسفة. كثير من الناس يظنون أن الفلسفة تعارض الدين، ولكن الحقيقة أن الفلسفة إذا كانت سليمة وموضوعية فإنها تساعد الإنسان على التفكير والبحث عن الحق، وهذا يقوي الإيمان ولا يضعفه. إذن سنحاول أن نسلط الضوء عن 3 محاور، وهي التي تندرج في الإطار المرجعي بالنسبة لي أولى بكالوريا. إذن المحور الأول: التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير. إذن نحاول أن نوضح هذا العنوان. فالفلسفة تعلم الإنسان كيف يفكر ولا يقبل الأمور دون فهم أو تأمل. فالفيلسوف يطرح الأسئلة ويبحث عن الأجوبة باستعمال ماذا؟ باستعمال العقل. فعندما يتعود الإنسان على التساؤل والتفكير يصبح عقله أقوى ويستطيع التمييز بين الصحيح والخطأ. ماذا نستفيد من التفكير الفلسفي؟ نستفيد أولا تقوية العقل، تعلم التحليل والتأمل، عدم التقليد الأعمى، البحث عن الحقيقة. أعطيكم مثالا لأبسط لكم الأمر. عندما يرى الإنسان نظام الكون ودقته فإنه يتساءل: من خلق هذا الكون العظيم؟ فيقوده التفكير إلى الإيمان بالله تعالى. إذن هذا ما نستطيع أن نقوله في هذا المحور. انتقل إلى المحور الثاني: المنهج الفلسفي الموضوعي وأثره في ترسيخ الإيمان. إذن نقوم بتوضيح هذا العنوان. المنهج الفلسفي الموضوعي هو الذي يستعمل العقل، ولكنه في نفس الوقت يؤمن بالوحي ويعترف بالقرآن والسنة. أعيد: المنهج الفلسفي الموضوعي هو الذي يستعمل العقل، ولكنه في نفس الوقت يؤمن بالوحي ويعترف بالقرآن والسنة. فالعقل وحده لا يستطيع معرفة كل شيء، لذلك يحتاج الإنسان إلى هداية الوحي. أما إذا اعتمد الإنسان على العقل وحده ورفض الوحي فقد يقع في الضلال والشكوك. كيف يقوي هذا المنهج الإيمان؟ يجعل الإنسان يفكر بعقل وازن، يربط العقل بالوحي، يبعد الإنسان عن الإلحاد والشبهات، وكذلك يوصلك ذلك إلى اليقين والطمأنينة. خلاصة المحور نقول: إذا احترمت الفلسفة الوحي واستعملت العقل بتوازن فإنها تقوي الإيمان. بقي لنا أن نسلط الضوء عن المحور الثالث: لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق. الفلسفة الراشدة هي الفلسفة السليمة التي تستعمل العقل بشكل صحيح ولا تنكر الوحي. والإيمان الحق هو الإيمان المبني على اليقين والأدلة، لذلك لا يمكن أن يكون بينهما تعارض، لأن كليهما يبحث عن الحق. كما ذكر ابن رشد: الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. المقصود
أن العقل يعني الصحيح لا يمكن أن يخالف الوحي الصحيح. مثال يعني من القرآن الكريم، آآ القرآن يدعونا يعني إلى التفكُّر في خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ والفلسفة أيضًا تدعو إلى التأمُّل والتفكير، إذًا فهما يلتقيان في البحث عن ماذا؟ عن الحقيقة. إذًا فنستطيع أن نقول الفلسفة ليست دائمًا يعني ضد الدين أو ضد الدين إن صح التعبير، بل إذا كانت فلسفة راشدة وموضوعية فإنها تساعد على يعني تقوية العقل، وكذلك أيضًا ترسيخ الإيمان، لأن العقل السليم والوحي الصحيح لا يتعارضان أبدًا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.